القادم. حياك الله منشد سعود. الله يخليك اخوي حمد، وفرصه سعيده. سعداء بتواجدك وفرحين جدا بألبومك الجديد. الله يطول لي عمرك، وهذا من ذوقك ومن طيبك ان شاء الله. سعود، حدثنا عن فكرة اخراج الألبوم. والله يعني ما في فكره معينه، يعني كونك منشد لازم تطلع لك يعني عمل. وانا سبحان الله يعني هي كلها توافيق يعني من الله عز وجل. اما الفكره حقيقيه والله كانت عندي مجموعه قصايد زين، وخاصه يعني المتعب التركي بالذات يعني من كبار الشعراء. ففكرت انشدها، وبعدين جت فكره الالبوم، والحمد لله كانت في قضايا كثيره يعني يعني قضايا تستحق ان الواحد يعني يطرحها كانشاد يعني مشالات. كما تعلم اخوي سعود، الانشاد رساله بكل تاكيد. سعود ذراعي من خلال ألبومه او اراد ان يقوم بايصال رسائل، فما هي الرسائل التي ركز عليها سعود في ألبومه؟ والله بيني وبينك هو اول رساله يعني انت كمنشد انت وش تقدم. الرسالة الأولى ما ودي أقول يعني رسالة كذا، يعني في قصائد وطنية، في قصيدة يعني وجدانية، في قصيدة اجتماعية، في قصيدة يعني الألبوم يعني لما تسمعون إن شاء الله راح تلاحظون التنوع اللي فيه يعني. ما في رسائل معينة استقصدت قبل استخراج الألبوم؟ كيف ما فهمت يعني الآن سعود حينما جمع القصائد بكل تأكيد هناك قصيدة مميزة لدى سعود وأراد أن يوصلها قبل أن يستخرج الألبوم فحمسته لأن يخرج هذا الألبوم. والله سبحان الله كلها تجي مع بعض يعني ما في يعني قصيدة معينة يعني حمسته، لكن ما قلت في توافيق يعني. سعود، ألا كنت تخشى أن سعود ذراعي كما هو أحد أبناء حفر الباطن، حفر الباطن مظلوم إعلاميا، فما كان يخشى سعود أن يكون أيضا حاله كحال محافظته؟ والله شوف أنت الآن تطلع على الإعلام، أنت الحين الشريط راح ينتشر على جميع أنحاء المملكة، يعني ما تكون حصرا على حفر الباطن. هو فعلا في قضية عن جامعة حفر الباطن، لكن ما جبناها كقضية يعني مباشرة، هي قضية كطالب في أحد الجامعات في الرياض، ويتكلم عن معاناته بالغربة، معاناته من ناحية يعني الغربة هي اللي تعبتنا كثير، ويعني وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. العوائق التي واجهها سعود، ونتمنى بإذن الله لا تكون عوائق، لكن بكل تأكيد كل عمل هناك عوائق، ما هي العوائق وأبرز العوائق التي واجهها سعود؟ والله أقول لك تستغرب، ما في أي عوائق صراحة، ما في، لأن أنا محظوظ جدا يعني، وأنا قلت لك من الساعة حتى من ناحية الدعم اللوجستي والدعم المعنوي ترى جاني يعني بدرجة، يعني أحس إني أنا محظوظ جدا يعني كوني أول منشد حفراوي ينزل ألبوم إنشادي، هذا يعني شيء كبير صراحة. نعم. سعود ذراعي، نتمنى أو نطلب منك كلمة لمنتديات عاصمة الربيع. والله عاصمة الربيع شهادتي فيهم يعني مجروحة، ويعني أسأل الله يوفقهم، وأنا يعني بالمناسبة أشكرهم على البنر اللي حطوه، فبيض الله وجيههم ما قصروا يعني، أخوي محمد الفيصل، محمد البرازي، والشباب الكاست اللي معه كامل، وبيض الله وجيههم صراحة رجوني والله. نعم سعود، ثقة تامة أنت وجميع أبناء هذه المحافظة أن عاصمة الربيع بإذن الله ستكون داعم لجميع من يسعى لتميز هذه المحافظة. الله يطول عمرك بإذن الله عز وجل، ونسيت أشكرك على فكرة. الشكر موصول لك أنت أيضا على تقبل هذه. الله يطول لي عمرك، الله يطول لي عمرك، الله يخليك. نعم أعزائي المشاهدين، كان هذا اللقاء المنشد سعود ذراعي، والذي نتمنى بإذن الله يكون له في ألبومه القادم مزيدا من التقدم والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.